الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا سمر من قناة بنوتة منيوية. اتمنى تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الصلصة. طبعا بابا اشترى لنا طماطم كتير، حوالي 5 أو 6 كيلو. فاخدنا الطماطم وغسلناها كويس وشلنا الحاجات الوحشة اللي فيها. وزي ما انتم شايفين كده نضفناها وحبينا ان احنا نعملها صلصة معاكم. فبعد ما غسلناها ونضفناها وشلنا الحاجات الوحشه اللي فيها، حطيناها في حله. حاليا هنزودها، ممكن تزوديها كده مج صغير شاي، مج صغير بتاع شاي كده ميه. تزوديها مج صغير ميه، وتسيبيها على النار لغايه ما تستوي. طبعا هي هتنزل ميه كتير بس علشان ما تتلسعش الحله من قعرها. هتسيبيها لغايه ما تتسلق كويس. بعد ما تتسلق هنضيف لها هنا معلقتين صغيرين من الملح، وهنا معلقتين كبار من البابريكا. طبعا هنسيب الطماطم تتسلق وارجع اكمل معاكم الفيديو. استنوني. دي الطماطم بعد ما استوت. طبعا انا عملنا منها حبة وطبخنا بشوية منها، بس انا نسيت ان انا اصور لكم من البداية. فدي الطماطم، وهنضرب باقي الطماطم دي في الخلاط واوريها لكم ونرجع تاني. هنا يا بنات بعد ما عصرتهم كده زي ما انتم شايفين، هردهم تاني للحله علشان نغليهم مع معلقتين كبار من البابريكا ومعلقتين صغيرين من الملح. شوفوا كده يا بنات زي ما انتم شايفين. هنبدا نحط الملح معلقتين صغيرين، وهنحط المعلقتين الكبار بابريكا كده. شوفوا يا بنات، ونقلبهم ونستنى لما تغلي حبه، وبعد كده نوريها لكم في النهايه. شوفوا كده يا بنات، ده بعد ما خلصنا 5 كيلو طماطم عندنا عملوا لنا 2 كيلو صلصه، برطمانات كبيره اهي. طبعا بالاضافه اللي احنا اخدناه عملنا طبخنا منه. دي كبده مقطعينها صغير خالص، هنوريكم طريقتها في فيديو تاني. وعملنا معاها مكرونه. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تضغطوا الجرس اسفل الفيديو لكي يصلكم كل جديد. ده كان غدانا من الصلصه اللي احنا عملناها النهارده. اتمنى لكم مشاهده ممتعه، واتمنى لكم اوقات سعيده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.